الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناة لمسة شيف فنان. زي ما حضراتكم شايفين النهاردة هنعمل تشيكن جيلاتين. من البداية خالص، من أول ما نخلي الفرخ. التشيكن جيلاتين دي من بيشتغلها قسم جاردومونجيه. تمام، هي بتطلع فراخ باردة، ايتم بارد. تمام، وممكن نطلعها سخن، وهنشوف مع بعض الاتنين دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين دي الفرخة قدامنا. انا حبيت ان انا اعملها لكم من البداية خالص، من بداية ما بنخلي الفرخة. بنفتحها كده من الصدر من فوق. ماشي، زي ما حضراتكم شايفين، تابعوا كده. بنفصل الصدر كده عن الهيكل زي ما حضراتكم شايفين. بنمشي معاه كده حتة حتة كده، ايه، بنفصل اللحمة عن العظم كده عن الهيكل. اهم حاجة بس السكينة بتاعتنا تكون ايه، حادة، عشان نخلي اللحوم بالذات أو نتعامل مع اللحوم. لازم سكاكين تكون حادة، بتفرق كتير يعني، وبتسهل علينا الموضوع. طبعا احنا طلعنا الهيكل، تمام، فصلنا، بس معانا الفرخة سليمة زي ما هي. ماشي، هنبدأ بقى نطلع العظم بتاع الرجلين. بنفتح كده على العظمية من فوق كده بالسكينة، ونيجي من الجنب التاني نفتح برضه زي كده. بنكسر الحتة دي عشان الحتة دي ايه، ماسكة كده. مم. فصلناها كده ايه من العظم. بقى معانا كده ايه، مفيش عظم في الجنب. نعمل طبعا نفس اللي عملناه في الرجل التانية. في الرجل الأولى هنعمله في الرجل التانية. بنفصل العظمية زي كده. الموضوع سهل جدا جدا يعني، موضوع خلي الفراخ ده سهل، مش صعب. احنا بنمشي مع أي حتة عظمية موجودة بنمشي معاها بالسكينة، وبنفصل اللحم من حواليها. فصلناها كده بالشكل ده، ونشوف لو فيها أي حتة عظم تاني ولا حاجة وبنشيلها. تمام. معانا الصدر بقى، بنيجي عند الصدر كده عشان بيكون ايه لحمته كتير، بنحاول نفتحه كده ونفرده اكتر يعني. تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده، نفتحه كده وايه، مش للاخر. تمام، بيكون ماسك في بعضه. تمام. كذلك برضو ايه الحتة اللي زي كده، برضو اي حتة كده مليانة لحم بنفتحها كده زي ايه، نزودها شوية. تمام، بقت معانا الفرخة زي ما هي سليمة كده بالشكل ده، ماسكة في الجلد. في هنا حتة عضماية كده نشيلها. تمام. يعني مفيش حاجة صعبة، الموضوع مش صعب يعني، الموضوع سهل جدا جدا، وما خدتش يعني، ما خدتش معانا 3 4 دقايق الفرخة كلها لما خليناها. بس أهم حاجة زي ما قلت لحضراتكم تكون السكينة حد اللي معانا، عشان نعرف نخلي الفرخة بالذات. تمام. نشيل العظمية دي كده. بنشوف بنمشي ايدنا عليها، لو في ايه حتة عظمية ولا حاجة بنشيلها، وبنشيل أي زيادات مثلا دهون أو أي حاجات، أو أي حتة جلد زيادة زي كده. تمام. جهزنا الفرخة بتاعتنا، هنجيب بقى لحمة مفرومة. تمام. دي اللي هنحشيها في قلب الايه، الفراخ بتاعتنا. تمام. ده عندنا كيلو اللحمة. أي ترين أو أي ترين بياخد كيلو، من كيلو اللحمة بياخد 7 بياض بيض. تمام، بياض بيض. زي ما هنوريكم ازاي دلوقتي بنفصل البيض. تمام. بنقسم البيضة نصين، بعد كده بناخد الايه، الصفار، نفضل نجيبها من هنا لهنا. البيض بينزل معانا في الايه،
في البولة زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، هوريكم كمان واحدة تانية قسمناها كده اهو. نفضل ننزل البياض. تمام، كمان واحدة برضو تشوفوا ازاي بنفصل بياض البيض عن الصفار بالشكل ده. تمام، احنا بنحاول نحافظ على الصفار بحيث انه ما ينزلش مع البيض. تمام، طبعا البيض ده بحيث ان هو يمسك معانا الترين او اللحمة، تبقى ماسكة معانا في قلب البتاع. ماشي، هنحط بقى الحاجات اللي تدي معانا فليفر، تدي معانا طعم وتست، اللي هو دي جوزة الطيب. هناخد حتة من جوزة الطيب صغيرة كده نفرمها بالسكينة. ماشي، نعمل لها قاعدة الأول وبعد كده نفرمها كده فرمة زي ما حضراتكم شايفين، مش كلها. تمام، وبعد كده معانا الحبهان. هنجيب الحباية كده ونفتحها كده. ماشي، بنطلع الحبوب اللي جواها دي ونفرمها زي ما حضراتكم شايفين الحبوب السوداء دي، نفرمها. ماشي، اهو كمان واحدة. نفرمها بالسكينة كده فرمة. نفرمها كده على قد ما نقدر. ده الحبهان. بنيجي بقى بنحط اللحمة بتاعتنا في في الرحاية أو في الكبة، ونحط مع جوزة الطيب والحبهان المفروم. ماشي، بنحط كيلو اللحمة ياخد ياخد كوب صغير، كوباية صغيرة كريمة لباني. ماشي، ونحط بياض البيض بتاعنا. ماشي، ونحط الملح. ماشي، وشوية فلفل أسود، شوية كزبرة. تمام، هو الترين مثلا في ناس ممكن تقولك ماخدش كزبرة والحاجات دي، بس دي حاجة كده من عندنا. تمام، كزبرة كده ناشفة نحطها. وبعد كده بنشغل الرحاية بتاعتنا ونضرب. تمام، نضرب بقى الخليط ده كله كده لحد ما يعمل عرق معانا، يبقى بالشكل ده كده في الآخر. تمام، وحتة اللحمة كلها بقت لمت كده على بعضها وبقت في بعضها كده كتلة واحدة زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده. تمام، شوفوا الطريقة ازاي. هنيجي بقى بنجيب البلاستيك بتاعنا. تمام، الرول البلاستيك. بنفرد حتتين كده جنب بعض، هما بيلزقوا في بعض كده زي ما حضراتكم شايفين. ماشي، وبعد كده هنجيب الفرخة بتاعتنا. اول حاجة هنتبلها. ماشي، احنا طبعا تبلنا اللحمة اللي هي تتحشي. بعد كده بقى نيجي نتبل الفرخة دي بملح وفلفل، فلفل ابيض او اسود عادي اللي موجود عندنا المتوفر. ماشي، الايتم ده اسمه تشيكن جيلاتين. تمام، نقلبها كده ونتبل الجلد من بره، شوية ملح. بعد كده بنحط شوية فلفل اسود. ماشي، وهنكرر العملية دي برضو نقلبها كده ونتبل برضو هنا نحط الفلفل الاسود ونحط ملح برضو. ماشي، علشان كل حاجة يبقى معانا طعمها مظبوط وكل حاجة واخدة الملح والفلفل. ماشي، بنجيب بقى حتة لحمة من اللي احنا ضربناها كده الخليط ده. تمام، ممكن بقى نحشي في اللحمة دي، ممكن نحط خضار، ممكن نحط جزر، ممكن نحط جبنة، ممكن نحط مكسرات زي ما حضراتكم حابين، واللي تحبوه حطوه في في اللحمة دي، تعملوا حشوة كده من جوه عادي يعني. تمام، موضوع الحشوة ده حاجة ترجع لكم وحاجة متاحة. ممكن ما نحشيش لحمة، ممكن نحشي فراخ. ماشي، ممكن نحشي خضار، بس اهم حاجه ممكن نحط مع اللحمه او الفراخ دي نحط خضار، نحط فاصوليا حمراء، نحط زي ما حضراتكم تحبوا، ممكن نحط خضار مشكل، نحط بسله، نحط اي حاجه في الحشو. بعد كده بنيجي نلف بالبلاستيك. تمام، اول حاجه نلف الفرخه على على اللحمه اللي جواها ونربط. في ناس بتربط. تمام، الربطه دي اللي حضراتكم شايفين كده. تمام، زي ما بتربط من الجنبين، بتربط من هنا ومن هنا، وبعد كده بنكمل لف.
ماشي. وفي طريقة تانية هعلمها لكم دلوقتي، ماشي، واللي هو ايه ممكن ما نربطش. الاساس والصح ان الناس بتربط الرابطة دي كده، تمام. بس انا عامة ساعات بحب اشتغل كده وبحب اشتغل كده، تمام. وبفضل ايه الطريقة التانية اللي هوريها لكم دلوقتي، ماشي. دي لما تكون ده ليه الرابطة دي بحيث ان لما نيجي نلف اللحمة او الحشو بتاعنا ما يخرجش كده ولا كده. الرابطة دي بتمسك الترين يعني، ماشي، بتحجز اللحمة او الحشو ان هو يخرج. بفضل الف كده كام مرة كده، تمام. الحتت الزيادة من الجنب دي بقى بتنيها كده، وبقلب الترين وبلف. بكرر الموضوع ده كذا مرة، ماشي، بحيث ان الايه البلاستيك يبقى ايه متحكم معايا في الترين، ماشي. اهو بلم الزيادات دي كده واجي لافف عليها، الم الزيادات واجي لافف عليها، تمام. واجي تاني كده، وانا بتني كده بلم الايه اي زيادة بحيث انه الترين يتضغط معايا. اهم حاجة يتضغط معايا عشان ما يبقاش فيه فراغات من جوه كده، وما يبقاش ايه، ويبقى ماسك نفسه، تمام. اهو بقى بالشكل ده كده الترين بتاعنا، تمام. دي بقى ايه هنلف هو نفس الترين، بس هوريكم اللفة التانية اللي من غير ربط، تمام. باجي الزيادات من هنا بتني الزيادة من هنا وبتني الزيادة من هنا، ما بربطش، تمام. يعني انا دايما بشتغل كده زي ما حضراتكم تحبوا والاسهل ليكم حبيت اوريكم كذا طريقة يعني، ماشي. يعني انا غالبا في شغلي ما بربطش، بس هو الصح ان احنا نربط، او اللي اتعلمناه ان احنا نربط يعني، تمام. عايزين تربطوها من هنا ومن هنا مفيش مشاكل، مش عايزين تربطوا، بس اهم حاجة لو هتربطوا ايه، لو مش هتربطوا يبقى لازم نتحكم فيها من الجنبين. نقعد نتن كده، ناخد زيادة كده اضغط عليها بصباعي واجي قالب الترين، تمام، بحيث ان هو ايه يمسك نفسه بقى بالشكل ده معانا. برضو نفس الترين، نفس اللفة اللي احنا عملناها في التالي اللي احنا عملناها في الترين الاولاني، ماشي. كده لفينا ايه الاتنين ترين بتاعنا تشيكن جيلاتين، تمام. الفراخ المحشية الباردة اللي هتطلع معانا ايتم بارد، وهنطلع منها بقى نعمل منها فكرة جديدة، تمام، اللي هتشوفوها دلوقتي ان شاء الله. بنجيب الترين بتاعنا بنحطه في صينية زي كده، وبعد كده بندخله الفرن، تمام. تعالوا بقى اقول لكم حاجة. غالبا اللي اتعلمناه زمان ان احنا بعد ما نلف بلاستيك بنربطهم على حسب الفرن اللي عندنا. اول حاجة احنا هنظبط هنا 45 الفراخ، تاخد 45 من 45 من ساعة الا ربع لساعة، تمام، على درجة 170 او 150. وممكن برضو بعد ما نلفهم بلاستيك بنلفهم بسيلفر ونحطهم في حلة بتغلي فيها مية على النار ونسلقهم لو ما عندناش فرن بخار، ماشي. ولو فرن حرارة برضو ممكن نحطهم في سفنديش ونحط فيه مية ونلفهم بسيلفر برضو ونسويهم. بعد ما بيستووا بنحط السكينة في النص كده وبنحطها على ايدينا كده، لو سخنة او السكينة سخنة على ايدينا يبقى كده ايه استوى من القلب، تمام. ده ترين هو عندنا واحد ترين استوى عندنا كده خلاص، هو استوى، تمام. بنفكه بقى من البلاستيك، وان شاء الله كده نشوف طلع معانا بقى ايه بقى عامل ازاي وبقى شكله ازاي، تمام. هنعمل بقى طريقة، يعني احنا عملنا اتنين، تمام. هنعمل منهم واحد ايه سخن، واحد يطلع سخن وواحد يطلع بارد. الطريقة اللي يطلع سخن بنجيب شوية صلصة زي كده متسبكين ونحط عليهم شوية توابل، كمون، كزبرة، ملح، فلفل، وبندهنهم بيه بالشكل ده، ماشي. ندهنهم كده بالصلصة كده، نحط عليه شوية صلصة. ده هنقدمه يطلع سخن، تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده. نغطيه كله بالايه بصلصة الطماطم اللي معانا، ماشي. بعد كده بقى هندخله الفرن، يا دوبك 10 دقايق في الفرن كده وايه ويطلع وايه. وبعد كده نقطعه ونقدمه بقى، نقدمه مع رز، نقدمه ايه يتاكل سخن كده يبقى طعمه جميل، ماشي. حطيناه في الفرن طلع معانا بقى بالشكل ده، ماشي.
زي ما حضراتكم شايفين كده بشكله الجميل. قطعناه بقى، طلع معانا بقى ايه بقى بالشكل ده. تمام، دي طريقة. تمام، ده اللي هو ايه السخن. لو عايزين ناكل الايه ناكلها سخنة كده، ماشي. هنعمل بقى الطريقة التانية معانا اللي هو ايه لما بيطلع بارد في قسم الجرد منجيه في الفنادق. تمام، لو عايزين نعمله في البيت برضو يطلع بارد او يطلع سخن زي ما حضراتكم شفتوا الطريقة دي والطريقة دي. تمام، قدمنا لكم طريقتين، ماشي. شايفين الشكل من جوه عامل ازاي، الفراخ واللحمة. تمام، زي ما قلت لحضراتكم لكم لو عايزين تحشوه تحطوا أي خضار في الحشوة دي عادي، الموضوع متاح يعني، كل حاجة متاحة، ماشي. تحطوا خضار، تحطوا جبنة، أي نوع جبنة جواها مفيش مشكلة عادي يعني. تمام، ممكن تحطوا مشمشية، تحطوا قراصية، تحطوا مكسرات زي ما حضراتكم تحبوا. تمام، بنيجي بقى في الطبق اللي هنقدم فيه أو المراية اللي هنرصها. تمام، بنعمل منه زي قاعدة كده، حتة بنسند عليها الايه سلايزات الفراخ، الشرايح بالشكل ده. تمام، اهو بقى معانا بالشكل ده الطبق بتاعنا. اتمنى اكون قدمت لكم حاجة مفيدة، تكون حاجة حلوة ان شاء الله. اتمنى تكون عجبتكم.